اعملوا شير للفيديو ده في كل حتة تقدروا عليها وريبوست علشان ننقذ نفسية ولد او بنت هما ما عملوش اي حاجة. البنوتة الجميلة اللي خطيبها سابها، ولا البنوتة التانية اللي رفضوها في الشغل علشان خاطر عندها بهاء. ليه؟ علشان الناس فاكرين البهاء معدي. رسالة إنسانية مني ليكو، لو سمحت لو شفت حد عنده بقعة بيضة في إيده أو وشه ما تبعدش عنه. البهاء مش مرض معدي، البهاء مرض مناعي. خلي عندك وعي. أكتر حاجة بتوجع قلب مريض البهاء إن الناس بتبعد عنه لسبب هو ملوش أي ذنب فيه. البهاء مرض مناعي، يعني الجسم بيهاجم الخلايا اللي بتعمل اللون في الجلد. مش عدوى، مش فيروس، مش فطريات، يعني مش ممكن يتنقل ولا بالأكل ولا باللمس ولا حتى عن طريق الدم. أعراضه عبارة عن إنها بتكون بقع بيضة على الإيدين أو على الرجلين أو على الوش أو على الرقبة أو على أي منطقة في الجسم، ممكن تختفي أو ممكن تزيد. وطبعا زي ما قلنا هو مش معدي ومش مؤلم ومش بيقلل من قيمة صاحبه خالص، بل بيعلي من قدر قيمته، إن ربنا حطه في اختبار وهو إن شاء الله هيكون قد الاختبار. لكن عارفة إيه اللي حقيقي بيوجع مريض البهاء؟ نظرة الناس ليه، مش المرض. أما حد بيقول له إيه ده، قلبه فعلا بيتكسر. بعد الناس عنه بيوجعه، وأسوأ حاجة إن الناس بتخاف تقرب منه، وخصوصا لما يكون أطفال في عمر الظهور لسه جالهم بهاء، بيبقوا فعلا مش عارفين ليه الناس بتعمل كده معاهم. أثناء رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت على مرض البهاء في الأعمار المختلفة. حقيقي حقيقي نفسيتهم بتبقى متأثرة جدا بنظرة المجتمع ليهم. المجتمع حاططهم في حتة كده ظالمهم من غير أي ذنب هم عملوه خالص. والعلاج العلمي بتاع مرض البهاء هو الكورتيزون، عن طريق الكريمات الموضعية أو إقراص بالفم، أو حتى ممكن تكون حقن لو الموضوع بينتشر بطريقة زيادة شوية. وفي طبعا الناروباند يو في بي اللي هو العلاج الضوئي، الفيتامينات زي فيتامين دي، فيتامين بي 12، الفوليك اسيد والزنك. وفي بعض التجارب ان هم ممكن يعملوا زرع خلايا صبغيه. في كريمات تانية غير الكورتيزون زي البروتوبيك دي ممكن يجيب نتيجة، ممكن نستخدمه. لكن في علاجات تانية جديدة طلعت اللي هي العلاجات البيولوجية دي لسه النتائج ما اثبتتش ان هي بتجيب نتيجة قوي، خصوصا ان احنا بعد ما نوقف الكريمات ديت بتكون اسعارها غالية شوية بحاجة و30,000 جنيه. وفي كريمات تانية كتيرة برضو بيروجوا عنها ب3000 جنيه تقريبا زي روكستوب، برضو لسه ما اثبتش النتائج العلمية ان البهاء يفضل ما يرجعش تاني بعد ما نوقف العلاجات دي. فخلينا افضل في العلاجات اللي هي بتجيب نتيجة واسعارها افوردبل او كويسة لمعظم الناس، اللي هي زي الكورتيزونات او العلاج الضوئي زي الناروبان يو في بي او الاكزايمر. وطبعا الفيتامينات اللي انا قلت عليها كويسة جدا برضو. لو انت او انتي بتبعدوا عن مريض بهاء لما بتشوفوه فكروا تاني، البهاء مش معدي، لكن الجهل بيوجع اكتر من اي مرض. لو سمحت اعملوا شير للفيديو ده في كل حتة تعرفوا تعملوا لها شير وريبوست علشان ننقذ نفسية ولد او بنت ان هم يتحكم عليهم ظلم من غير اي حاجة او ذنب هم يعملوه. واكتب في كومنت البهاء مش معدي، وخليك انت في مكانك اول سلسلة التغيير اللي نفسك تشوفه.